السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى انا جايبه لكم طريقه عمل فراخ نحمرها بطريقه جميله. تغيير كده بدل المسلوق والمحمر في الزيت. هنعملها بطريقه جميله وهتحبوها. انا جبت هنا فرخه كبيره وقطعتها 8 قطع زي ما انتم شايفين كده، وهنسلقها وهنرجع لكم تاني وهنبقى مع بعض بالخطوات خطوه بخطوه. يلا بينا نشوف. ادي الفرخه بتاعتنا هي اتسلقناها وبردت تماما. يلا بينا نشوف الخلطه بتاعتنا ونعمل ايه. عندنا هنا طبقين قد بعض. اول طبق هنحط فيه معلقه دقيق كبيره. تاني حاجه معانا معلقه بابريكا صغيره ومعلقه كاري، ومعانا معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره من الملح، توم بودر وبصل بودر شويه وشويه. دوت اختياري، لو مش عايزه ما تحطيش. هننزل بكوبايه ميه على الخليط بتاعنا نفس معيار الدقيق ونقلبهم بالمضرب كويس. هو احتاج معايا ميه كمان، يعني هتحطي مقدارين كوبايتين ميه بالمعيار اللي انتي معايره بيه الدقيق، فهو احتاج مني كوبايتين ميه. وهنقلب كويس الخليط بتاعنا دوت. شايفين كده الخليط اهوت، ولا ماسك قوي ولا سايب قوي. هنيجي بقى على البوله التانية نحط هنا كوبايتين من الفيجيتار، بيتباع سايب على فكرة عند اي عطار. ادي اول كوباية معانا، وادي تاني كوباية معانا. وهنحط معلقة صغيرة من الملح، على فكرة نفس المعيار اللي عملنا بيه الدقيق عملنا بيه هنا برضو الفيجيتار، عشان يبقى المعيار واحد وقد بعضه. هنقلب الملح في الفيجيتار كويس، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنجيب الفراخ بتاعتنا هيت اللي احنا عاملينها، هننزل بيها بالخليط بتاعنا اللي بالميه، وبعدين ننزل في الفيجيتار وهنعكها كويس، وبعدين هننزل تاني بالخليط في الخليط بتاعنا مرتين هنا ومرتين هنا، وبعدين هننزل في الفيجيتار اهيت. نعمل معاكم حته كمان اهيت عشان تشوفوها. نزلت هنا بالخليط، الخليط الاول اللي انا عاملاه اللي فيه الدقيق، وبعد كده في الفيجيتار. انا حبيت احط في بوله بحيث برضو ان ما يدلدقش مني ولا يقع بره. وبعد كده اقوم نازله في الخليط برضو، اعكه كويس، وبعد كده في الفيجيتار. هنخلص الكميه وهنرجع لكم تاني. اهوت خلصنا الكميه بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده. يلا بينا نحمرها اهيت وهي بتتحمر، شكلها تحفه. وده الشكل النهائي بتاعنا للفراخ. عايزه اقول لكم ان طعمها اقسم بالله تحفه، زي الكوك اللي انت بتشتريها جاهزه من بره. جميله ومقرمشه، سامعين الصوت؟ مقرمشه وجميله جدا، وهتحبوا الطريقه ديت. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. بصراحه والله العظيم هتحبوها. عملت بقى جنب الفرخه الجميله ديت طبق مكرونه اهيت، وعملت هنا العيش المحمص اللي ادم ابني طلبه بيحبه. حمرت العيش زي ما كنت عاملاه قبل كده مع الكشري، وحطيت عليه ملح وشويه كمون، وبتاكليه مع الاكل بيدي طعم جميل جدا. والله يا جماعه الاكله ديت لو جربتوها مش هتندموا، وهتدعوا لي. ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. الوصفه دي وصفه جديده، انا اول مره بصراحه اعملها. بصراحه جميله جدا جميله جدا. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ وهتحبوا الطريقه ديت.
وهتعملوها على طول احسن من الفراخ المحمره، وطعمها زي كوكي بالظبط. والله العظيم هتجربوها، بس امشوا على المواصفات بالظبط اللي انا قلت لكم عليها. المقادير اللي انا قلت لكم عليها ديت مقادير فرخه. يعني هي الفرخه ديت 2 كيلو، اللي تمشوا على المقادير بالظبط اللي انا قلت عليها. كوبايتين ميه، وكوبايه الدقيق كبيره، وكوبايتين الفيجيتار، والمقادير بالظبط تمشوا عليها. الكميه هتكفي معاكم الفرخه وهيفيد منها كمان. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. ويا ريت يا جماعه اللي ما يشتركش في القناه يا ريت يشترك معانا في القناه ويفعل معانا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ويا ريت تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات رايكم فيها ايه. مفيش تسلم ايدك يا ام ادم، وشكرا يا ام ادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.